بسم الله الرحمن الرحيم. أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا بيد الغدر والخيانة من عصابات النظام المجرمة، وأحيي شعبنا البطل الصامد، وأشد على أيادي جنود الجيش السوري الحر الأبطال في دور الزور وحمص وحماة ودرعا وأدلب والبوكمال، وأينما تطلب الواجب وجودهم. وأخص بالثناء على كتيبة الشهيد معاذ الركاض في دير الزور، وكتيبة الشهيد القاشوش في حماة، وكتيبة خالد بن وليد في حمص، على الأعمال المشرفة التي قاموا بها في الدفاع عن الشعب الأعزل. إن ما يحدث في سوريا الحبيبة من قتل وتدمير وهدم للمساجد وقصف للمدن بالمدفعية الثقيلة والدبابات من قبل قوات النظام المجرم، واعتقال الرموز الوطنية منهم الشيخ نواف البشير وغيرها من الأعمال التي ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، يجب العمل على وقفها فورا. لذلك أطالب الجيش الذي لا يزال يساند النظام بالكف عن القتل ورفض الأوامر الصادرة عن قيادته المجرمة، وترك مواقعهم للانضمام إلى إخوانهم في صفوف الجيش السوري الحر للدفاع عن هذا الشعب الأعزل. إن هذا النظام المجرم الذي أمعن في القتل لن يستجيب إلا لصوت الحديد والنار، فهذه اللغة الوحيدة التي يفهمها. لذلك ندعو الشباب في سوريا لتلبية نداء الواجب في الدفاع عن الوطن، لدحر هذا النظام وعصاباته المجرمة، وعدم الالتحاق بمراكز الخدمة التابعة للنظام، بل الاستعداد للالتحاق بصفوف الجيش السوري الحر. وتؤسفنا مواقف الدول العربية التي لا زالت صامتة بل وتقف إلى جانب النظام، ويؤسفنا موقف الحكومات الصديقة، وخص حكومة روسيا الاتحادية التي يقتل شعبنا بسلاح من صنعها. ونقول للعالم إن قرار سوريا بيد شعبها، ونحن من سيحقق إرادة هذا الشعب بكل الوسائل المتاحة للوصول للحرية والكرامة. عاشت سوريا حرة أبية، والنصر لشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.